يا صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح حسن الظن بالله. ربنا يسعد قلوبكم جميعا يا رب، يكبر بخاطركم. اللهم امين يا رب العالمين. كل متابعيني وكل حبايبي وكل اخواتي وكل اللي دخل الفيديو، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يعطيكي حتى يرضيكي ويفرح قلبك، وان شاء الله بصي يحقق لك كل اللي بتحلمي بيه وبتتمنيه. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يرضيكم يا رب ويعطيكم حتى يرضيكم، ويرزقكم الذرية الصالحة، يرزقكم المال، يرزقكم راحة البال. آمين يا رب العالمين. ولي بالمثل أي دعوة حلوة بدعها لكم ليا بلها بالمثل بالظبط. فبتمنى لكم كل خير وكل سعادة. ربنا يسعد قلوبكم جميعا، كل اخواتي وكل حبايبي وكل من دخل الفيديو وسمعنا النهارده. اجبري بخاطري كده وانزلي حطي لي اللايك، وكمان لو مش مشتركه في القناه انضمي كده لعيلتي ونوريني وتشرفيني طبعا متابعتك ليا على القناه. وكمان صلي على الحبيب المصطفى كده. اللهم صلي وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فيديو النهاردة كده فيديو سريع، فيديو ملخص كده بسيط عن يومنا، هيجري كده معاكم على طول على السريع، وبتمنى إن شاء الله تستفادوا منه، بتمنى تستمتعوا معايا في الفيديو، وإن شاء الله ما كنتش بضيع وقتكم معايا، وبإذن الله تطلعي بطاقة إيجابية، تطلعي بمعلومة بسيطة، تطلعي كده مستفادة بأي حاجة في الفيديو. الفيديو النهاردة كده قمت من الصبح بدري، يعني حوالي الساعة 7 كده، رويت الزرع لو عندك زرع، وكمان روقت كده البيت على بسيط جدا، شغلت كده عود بخور، وكمان المبخرة اللي انا حطاها في دي مش مبخرة ولا حاجة، هي كده شمعدان عجبتني، فحسيت ان استخداماتها هتكون كتير، احط فيها كده بخور، كمان ممكن تحطي فيها شمعة كده. المهم هي لها استعمالات كتير. تمام، عدد كده معايا، بقيت كده كمان اروق الانتريه عندي على السريع، لان طبعا طول الصيف يعتبر قاعدين في الانتريه، فدايما بقى كده بيتكركب، فعلى طول كده تنظيف على السريع، مش طبعا مش عامله روتين جامد اول حاجه، بس التنفيذه بس كده بتاعت كل يوم. اللهم صل على سيدنا محمد. خلاص كده هدخل على المواعين على طول على السريع كده، قبل ما انزل طبعا بيت العيله لازم اروق كده البيت واشيك على كل حاجه في الشقه قبل ما انزل، فمواعين كده طبقين اغسلهم، البيت مش نضيف كده اروق ترويقه على السريع. بالمناسبة بقى، دول كده كانوا شوية نعناع، عايزة تحافظي على النعناع، لو جايبة كده ربطة نعناع وعايزة تحافظي عليها، شيلي كده الورق بتاعها من تحت من عند العيدان بتاعتها، وحطيها كده في شوية من المية. بصوا هتنعنع كده معاكوا، وهتبقى زي العسل، هتبقى فريش كده وهتفضل معاكي وقت طويل، يعني بتفضل معايا كده في الكوباية دي حوالي كده من 3 ل4 أيام. خضرا ومنعنشة وزي العسل، تاخدي منها كده بقى تحطي على الشاي، او ممكن تنشفي منها لو عايزة، المهم هي جميلة جدا. وفي نفس الوقت كمان لو عايزة تزرعي منها، المية طول ما هي في المية كده بتبدأ ان هي تعمل جذور، وبتبدأي ان انت تاخديها وتزرعيها عندك في اي بلاستيكية كويسة عندك كده وتزرعيها، وتبدأ ان هي تشد معاكي في التربة، وتبقى نعناع جميل جدا. فيعني ايه، استخداماتها كتير طبعا، وحاجة سهلة وبسيطة لأي حد عايز يزرع النعناع طبعا. وغير كده بتفضل الرابطة عندك في البيت كده فريش وجميلة لأي حاجة ممكن تستخدميها بيها. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. صلي على الحبيب المصطفى كده. في تعليقات تحت كتير، عايزة اشوف كل تعليقاتكم كده، بتبسط جدا من تعليقاتكم، بشوفها كلها وهرد عليكم ان شاء الله. وشدوا حيلكم معايا كده، عايزاكم تشيروا له فيديو كده على الواتساب وعلى الفيس، شيروا كده الفيديو، لاني مش هكمل الا بيكم، فعلا مش هكمل في القناة الا بيكم وليكم ان شاء الله، وباذن الله اقدر افيدكم. والله بحاول بقدر الامكان اني انزل الفيديو تكوني كده ما بتضيعيش وقت فيه، وتطلعي منه كده بطاقة ايجابية، تطلعي منه بمعلومة بسيطة، باي حاجة كده حلوة شفتيها وجربتيها وطلعت حلوة معاكي، وان شاء الله باذن الله تطلعوا من الفيديو مستفيدين، وكمان تشهدوا كده ليا لا عليا، وان شاء الله ناخد الاجر مع بعض. فصلوا على الحبيب المصطفى، وتعالوا كده نكمل كلامنا في الموضوع اللي كنت هكلمكم فيه، اللي هو ايه، اللي هو عنوان الفيديو. اللي اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كل اللي موجودين معايا على القناة من القديم لحد دلوقتي عارفين ان انا طبعا عايشة في بيت عيلة تحت، ففعلا اتجوزت بدري جدا، شلت مسؤولية بدري جدا جدا، اتجوزت 17 سنة. شلت مسؤولية عيلة، اتجوزت طبعا في بيت عيلة في بلد ارياف، شلت مسؤولية عيلة كبيرة على دماغي وانا كنت صغيرة، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيحطك في المكان اللي انت تقدري تسدي فيه، اللي انت تقدري وربنا عارف انك هتقدري، فحطك في المكانة دي.
فالحمد لله ما فرجتش حد عليا وسديت وكنت قد المسؤولية وكنت قد الحمل اللي ربنا سبحانه وتعالى اداهولي. فالحمد لله ربنا يجازينا كل الخير. طبعا اي حاجة بتعمليها في بيتك وبتعمليها لحماتك بتعمليها لاولادك بتعمليها، بصوا كل ده ربنا يجازيه كده، يجازينا خير. وان شاء الله كده بإذن الله. آه، بصوا ربنا يعوضنا بجد، ربنا يعوضنا خير عن اي تعب او اي حاجة شفناها. الحمد لله مستنية عوض ربنا ليا كده، ومستنية جبر ربنا ليا، واكيد جبر ربنا ليا هيبقى حلو قوي قوي يا بنات. فالحمد لله اللهم لك الحمد. اليوم ده بقى كنت كده خلاص رتبت كل حاجة، وكنت كمان عاملة صينية كيكة كده على السريع. عايزة اقول لكم كنت بعمل صينية الكيكة وانا بنت، كنت بحط الكيكة كده في الفرن واقعد اصلي جنبها، يا رب الكيكة تطلع حلوة ما تبوظ مني، يا رب الكيكة تطلع حلوة. فامين انتوا والله العظيم هذا حصل. كنت دايما اعمل الكيكة احطها في الفرن وعلى طول اتوضى واصلي جنب الكيكه، واقعد ادعي كده ان الكيكه تفضل حلوه معايا. المهم الحمد لله بقيت محترفه في الكيكه، الحمد لله اللهم لك الحمد. دلوقتي على طول بعمل الكيكه والحمد لله مش بتبوظ مني، وما شاء الله عليها جميله جدا. انزلي كده في الفيديوهات وخدي كده فره في القناه، هتلاقي ما شاء الله فيديوهات كتير عندي عن الكيكه وكذا طقر وكذا طريقه. فان شاء الله تظبط معاكي، لو بتبوظ منك لو اي حاجه فيها غلطه ان شاء الله بالطريقه دي وتمشي عليها على طول باذن الله تبقى مظبوطه معاكي وما تبوظ نهائي. اليوم ده بقى كنت عامله فيه كيكه كده، صينيه كيكه، ووزعت بقى كده على حبايبي كل واحده كده حتتين. الفاضل بقى كده اودي حتتين لامي، هروح لها بقى كده شويه في العصريه، ابص عليها كده واطمن عليها. ما تنسوش بقى حبايبكم كده باي حاجه حلوه من وقت للتاني، مش هقول لكم على طول، وطبعا تبروا بيهم على طول. فدايما بروح لها كده العصر او الصبح، اشوف كده طلباتها واشوفها محتاجه حاجه واطمن عليها هي ووالدي طبعا. فهاخد لهم بقى كده حاجه حلوه يحل بقهم بيها، ودي كانت صينيه الكيكه بتاعتي. هاخدها بقى كده الطبق ده واروح لهم بقى على طول كده اطمن عليهم. فلو وصلتي لحد هنا كده من الفيديو، بتمنى لو مش مشتركة عندي في القناة تنوريني وتشتركي، وكمان تنزلي تحطي اللايك الحلو، اللايك كده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير، وكمان بيفيدني ان بيقترحوا الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب اكتر واكتر. يعني اكتر حد بيشوفها على يعني بتتشاف اكتر لما تحط لايك، القناة بتتشاف اكتر. فبتمنى ان انتوا تسعدوني وتجبروا بخاطري كده وتقفوا معايا، بجد مش هكمل الا بيكم. خلاص كده بدأنا يومنا بروي الزرع، وكمان خلصنا يومنا بروي الزرع. ده كان الفيديو بتاعي، بتمنى يعجبكم، بتمنى تستفادوا منه. واخيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في حفظ الله ورعايته.